أنا اسمي منصور مصطفى ومعروف في التحرير بأبو إياد، ده ابني عنده 4 سنين. أنا منشق تحديدا من يوم 21، وكلمة لم الشمل دي أنا اللي أطلقتها مع الدكتور محمد شرف، وانشقيت عشان أنا راصد في التحرير. من الآخر إحنا بنسميها اشتغالات، يعني راصد خروقات، راصد أجندات، راصد جماعات اسمها بروتست الضباب بيجوا في صورة طلاب. الغريب ان كانوا كل الجروبات دي هم اجانب، الجروبات دي كلها تعرف لغة عربية كويس جدا. الناس دي كانت القبلة بتاعتها المنتديات اللي بيقعد فيها شباب الثورة، اللي هي القهاوي اللي حوالين التحرير. كان في نشاط مكثف للكنيسة، كان في نشاط مكثف للشيعة. عايزة بس اقول للناس جماعات بروتست الضباب دي اللي هم بنسميهم هنا البروتستانت، بروتست يعني معارض، دول الناس المعارضين للسلطة الروحية للبابا. فجماعات بروتست الضباب دول هم يعتبروا هم والملاحدة يعني سم. فالناس دي نازل منها الماسونية، ونازل منها جماعات شهود يهوه، ونازل منها اي فكر بديل للاسلام. انا ليه الجأ لاي فكر وانا عندي القرآن بتاعي؟ انا جاي هنا يا جماعة باختصار مش عشان خاطر الدكتور مرسي ولا علشان خاطر الاخوان، انا جاي عشان ديني، انا جاي عشان ديني. انا اعرف يعني ايه تبشير، ويعني ايه تنصير، ويعني ايه استشراق، ويعني ايه تغريب. هذا المخطط اللي ما شغال من ابان الفترة اللي تلت الحروب الصليبية. فيا جماعة انا بقول للشعب المصري كله، المعارضة مستعينة بخبراء يهود في المدرة، والكلام ده انا عارفه من بعد الجمعة اللي اطلق عليها اعلاميا جمعة كندهار، واتصلت بيا واحدة كبيرة مذيعات وهقول اسمها انتصار غريب، اتصلت بيا الساعة 1 بالليل وقالت لي احنا بالنص احنا مستعينين بخبير يهودي في الميديا عشان نعمل مكون رأي عام ضد التيار الاسلامي. فالقصة مش قصة مرسي ولا قصة السلف، القصة قصة عقيدة ودين. بس انا بقول رغم ان انا كنت على خلاف مع الاخوان، انا كان رأينا في الاول كشباب الثورة من التحرير احنا بنتبرأ من كل اللي نزلوا التحرير، واللي نزلوا التحرير انا بقول للشعب المصري كله مش ثوار. دي مديرة في الاذاعة اللي هي في شارع الشريفين. فبقول للشعب المصري انتوا اتعمل عليكم خدعة كبيرة قوي قوي. ويا دكتور مرسي لا تحزن، وهذكرك بكلمة الإمام الشافعي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معلش، لا تأسفن على غدر الزمان، هي مش مقولة الإمام الشافعي. لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، فالأسد أسد والكلاب كلاب. تبقى الأسود يا دكتور مرسي مخيفة في أسرها حتى وإن نبحت عليها كلاب.